السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب ما يكون العبد مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويتما ليس التي له مكانة مرموقة أو شأن عظيم في مجتمعه. شي وين يكسعان دريمل، شي ذا مركنتيا، شي وين يكسعان الشام، شي وين يكسعان المنصب، شي وين يسعى الشين دونيت. مهما كان العبد إلا نسعى المستوى النبي عليه الصلاة والسلام النيش ونردي لني قربين مليح يوم في القيامة غوريا أحاسنكم أخلاقا، وينكس عن الخلق العالي، وينكس عن الخلق الحسن. والله عز وجل غيث من القرار: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل يونيث مغزي نغلى شك النغض شو ميكس عن طبعي ديريث كل يوم زينو يسعى شو ميلان ذي الخلق بالخصص زيس. ولهذا ينبغي علينا ما أن نحسن أخلاقنا، وأن نحسن طباعنا، وأن نقتدي بخير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكمال لله عز وجل طبعا، ولا شيء زين غيلا نكمل، ولكن الإنسان الذي حول يثمان وكن ذي الغيار ذي بدل طبعي نس وذي حسن الأخلاق نس، وقدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش كذي غيثمان النبي صلى الله عليه وسلم ذي الأسوة النور، وبش كذي للنبي عليه الصلاة والسلام ذي القدوة النور، وبش كذي للنبي عليه الصلاة والسلام بنسمي ذبري ذر انتباع أثنحو ونقتدي زيز إلى قن السنيف ما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قن السنيف ما الصفات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قن السنيف ما غمشي لغن النبي صلى الله عليه وسلم باش كان يليغ من إنسان صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يثمن الشاهد في الناس من فوق 7 سماوات، فقال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله. إيش هذا ربي في الناس؟ سفن نسبعين نوال الخلق العظيم. والله عز وجل عظيم ولا يشهد إلا على عظيم. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وغنيس رب العالمين: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام لشدنا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إني كشي عيد ربي
إوكن ذكمل وتمم مكارم الأخلاق شرن الأخلاق في خنتي قوية شيء القوميين وسيغدين كي نكملوا أين لنضل خصاص أين يخصون أين ينقصون زيس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف لا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلا يسمع عمل وحيد القوم نس صبعة الصفات صبعة الأخلاق إلى ودن كني غيثما سمسلم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يثما وقبلت دوحين ربي في اللاس وقبلت دوحين ربي في اللاس اسمي لك غار حراء القصة المعروفة كامل أنه اسمي ديوسا جبريل عليه السلام يوسد غور النبي عليه الصلاة والسلام ضمه 3 ضمات. فأول آية أنزلت إليه اقرأ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ذي نقص سلخلعني غيثما يرولد النبي عليه الصلاة والسلام غار حراء يوطرد الخميس خديجة رضي الله عنها سلخلعني غيثما شعري سوليا طبيعة البشر أول مرة الغار حراء الخلاء يوسى يسد ملك وفي السينارا يربعي ثكنين يهضر بديجس بطبيعة الحال يخلع يولد عائشة خديجة رضي الله عنها فقال زملوني لعبديث ما طبيعين اسم الذي اللي يوقف الحاجة أثي تصفتي غاثة سميت فقال زملوني يعني غطي يعني كان يوكل ندحمر شوية شو سنة عائشة خديجة رضي الله عنها وشوف رد خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الذي نسعى الصفة ثمتي شيء وريت كذا فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي نسيا خديجة الناس يقدر في العمر لا شو نستنى خديجة رضي الله عنها ثمتوثي لامس وانا سرقازيز وتعلمت السنة رقازيز يمكن يقموك الصفات الأخلاقية اللي لم تيجي للمحلة كذا يا ربي ناس كلا والله لا يخزيك الله أبدا للمحلة كذا يا ربي إيوا شو درست كلام الصفات العالي إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ناس قليك تصوتت إزورانيش الرحمينيش صوت تزورانيش وتكسب وتحمل الكلب يعني تعين الضعيف والفقير والمسكين تنفق عليه يونينا تفيد زمير طارئ وري زمير لا الشيء اللي تشرف هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم وتكسب المعدوم العبد لا نسعنا يسعر الصفك تص من عندك بلا ما يطلبك وتقري الضيف من كرم ومن شيم العرب النون لن سقومين الضيف وتعين على نوائب الحق عندي لان الحق النبي عليه الصلاة والسلام يعين على ذلك يحقق الحق ويبطل الباطل. فهي من بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام فمن بعض صفات وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إلا المشهورة لدى قومه حتى قبل نبوته صلى الله عليه وسلم الصدق والأمان. كان يلقب صلى الله عليه وسلم لدى قومه بالصادق الأمين إلا معروف ثيث ما قل قومي نسو قبل أهدشي عربي الرسول بن بيع معروف ثا القوم نس أنه الصادق الأمين. فمن بين أخلاقه صلى الله عليه وسلم الصدق. سمراد نحكو في النبي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في مرة الأخلاق مرة غيثنا إلى قضية الزينة إلى قد اقتدس النبي عليه الصلاة والسلام الصدق يثما
إلى حياتي صلى الله عليه وسلم ولو مرة كشناز بالكذب. والحادثة المعروفة، القصة المعروفة اسمي غيدي يجد ربي في النبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين. يولي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل الصفا، يبدو يتلاعيد القوم ينس، يتلاعيد الدريا العموم ينس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني نوفل، يا بني فهر، يا بني كذا، يا بني كذا، يتلاعيدهم إذا نجمع مرة ونسمي لك جبل الصفا. اسمي اللي نجمع المرة دي شو سمينا النبي عليه الصلاة والسلام إن سلو كان يكون دينيا أثن ذفير وذراري ثورة يوون وعذاو يتدون دهجون في اللون. أو كنتم مصدقي أي ثمنا ده شو غيزلنا شاهد الناس ستيفت قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. ذين الصدق كان ذين ذي الحق ذين الثيفت إنه فما غوري ولا قل حياتنا غنكسك ديون الكذب. فكان صلى الله عليه وسلم صادق. عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود اسمي غيدي هجر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المدينة النبوية. يسد عبد الله بن سلام وقبل ذلك شمال الإسلام إسلام أنه النبي يفغد وعلم أنه كتاب الإنسان أنه ذي الوقت أن درد يفغد النبي يوسد يوكنا في زر أمن سلم ويكني مرة اسمي غي في ولا اسمي غي في زرا لشو دينا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقبل ذلك شمال الإسلام إنه فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان الله. إنك اسمي في ولا غير زرير إنك طلق عود ميس إنك عرلغ النوذ مير مشي ذي المحالة ذي يغلوني سكديبا. عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وكان من أمانته صلى الله عليه وسلم يتمام أن حكم بين قبائل قريش لما اختصموا في وضع الحجر الأسود. لكن تعلم ما يتمام مكة المكرمة خمر بير ضرب عليه فيضان يسديون الفيضان كان اليهود دي صغيرين مزيس الفراينس فهموا أن يعيدوا بناءه. روح ناس عاودين لبنينس عاود الناس لبنيه اسمي من لحقنا الحجر الأسود أبلطي ماذا كان الحجر الأسود إلى نسعى الشرف ذنقرة كل القبيلة تبغى نتسعى الشرف أنه نسفر ذي سرسل الحجر الأسودين مخالفين مخاصمين منازعا. لشو ميدو فند الحل أننا سفنك في بورثي منعاس وإلا لديكش من دم زوارك في بورثي نجعله حكما أكن غير دينا نخذل من ويدكش من أيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقليب عيدا كان يتشدوا ذا كذا شو سنان ننس هذا محمد هذا الأمين. شوف سبحان الله كده وصفه هذا محمد هذا الأمين رضيناه حكما نرضف بالحكم ويرن أكن يحكم في الله نعلم ذا المحل خضلا. أسمي ميدي وسال النبي عليه الصلاة والسلام حكى ناس لشو ما يخدم النبي عليه الصلاة والسلام الناس آتوني برداء أو يميد الرداء أو يميد برنوس أسمي مي السيد سرسل يسرس النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود اللي ما كان سفل الرداء اللي لشو سنينا الناس ترى كل قبيلة كل زعيم كل ملك قبيلة هذه الدمكة الرداء اللي يعني مثلا في ذن الواحد أنا نشورك المرة نصر سبحان الله خدمنا كنين غرفنا مرة كنين اسمي دي الحكوم كانيس يرفدي النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين فوضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين من أمانته صلى الله عليه وسلم حتى بعد نبوته. نسعى إتمام جمع التبرعات لفائدة جميع الدين المسجد النور الذي الحكم زال الله لا يضيع أجر المحسنين. وين يبغى نادي في كلامنا وين يبغى نادي جلامنا هم درات سياوية
أتسيوي غور النبي عليه الصلاة والسلام أسيني غتسيا الحرزي لأننا غورش يعلموا في خدعارة يعلموا في تسكرو كرارة يعلموا في تسكلي حارة حتى بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أسمي هوجر مكة على المدينة النبوية شو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام من يوجد خامس من يوجد سريريس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسمي في جاك مكان يسوي شو سنة الناس هذه ودائع لمانات الفلان 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 أسمرا دكشنا غورك الرسم لمانين لماناس بطبيعة الحال أسمي دكش منه هني الصدمان وخامس وكنا ثغان سورينا كمن يوفان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة الناس الثين لمانا نوال يجيكم تيد محمد صلى الله عليه وسلم لو كان ديوانا سيني ويدا عذاو والله ما يعاود يزرافات لكن هو يرى نقسم سلمان وسلي كارا ويرى نقسم سلمان وسلي كارا أسطر ثلاثة كيتش الجس لما لا ما تعاود ما يعاود مكتاكيد مرة ما يلاغي مكتاكيد كيني اسمها ديال ربي لكن يسمى سلمان ويذا عذاون ذي عذاون وكن لمانا وربي غي وصان في الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والنبي عليه الصلاة والسلام يتبصي في الأمانة يتحذر ويكني يتسلمنا العباد ويذي عذاون الإنسان يقبل مغي يقرود الناس تسلي الأمانة صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كذلك على عجالة أنه كان يعفو عمن أساء إليه إلا يعفو يونغي إلا نتدوث. فمن بعض نماجه صلى الله عليه وسلم إلا يعفو في الناس من بعدهم أهل الطائف اسمي روح الطائف وكان ندعو مع الإسلام قبل في السبلاطة رقمين فمذا نجاحا يطرد غورس ملك الجبال الناس ثم ربي مش يعيد غورا إن أردت أن أطبق عليه من أخشبين فعلت جبلين عظيمين طائف صدرين في المس ننسى الناس ما إلا تبغيت سيني ورا لي مكة مثلا كرازي غزي سلام كرازي الناس النبي عليه الصلاة والسلام على وإنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له يعفى يسن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يتم ثمامة بن أثال ملك من ملوك يمامة إلا دع ذو ربي دع ذو النبي اسمي هديت في النبي عليه الصلاة والسلام دم حباسة شو سيخدم يوفي دوخم ربي يقني فكانت تعرصت باش كذي والي غير سلمان نحكي نعبد ربي نحكي تظلم الآخر يصدع غرس ناس يا ثمامة يا ثمامة ناس هل لك من خير ناس هل لك ناس شو سعيد شو سنة ثمامة ناس يا محمد الناس إن تقتل ذا دم ما إلا فغيتي مثلا تغيت مالك من الملوك وإن تنعم على شاكر ما إلا تنعم تتفليغ ذي العباد ذي العبدين لنوري السهر الخير تنعم على شاكر وإن تريد مالا سل منه ما شئت ما إلا تبغيتي ذا المال تلغضين تبغيت يعدل النبي عليه الصلاة والسلام الجاهل يعاود اسدوي السيني بردان يعاود اسدم سليني ويسلافي بردان يعاود اسدم سليني باش يسلي النبي عليه الصلاة والسلام فك وثاقه إن السرح مسني السرح مزني مرات نير الجل تضيع حديث هذا اسمي المسجد السرح اللي فوق ثمامة بن آثل رضي الله عنه يلحق كرا من الشجرة كان من السمرة كذا شو يخدم شو يخدم يدو الشد يتوضا يقرا دم إذا غور النبي عليه الصلاة والسلام ناس يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ناس يا محمد والله وجهك أبغض إلي قلقع على ربي الناس ثورة ذو الميكيل لن تحبه قلقع يا محمد إلا الدين نيش ذي الدين بغض يكره قلقع ربي ثورة ذي الدين نيش يتحبه قلقع ربي شو ولم يؤمن خلق زيس وريد غير منيس وريد غير ديني دشكر وريد غير منيس يجي في سمحة يجي في ربي السبانة لك شمي دار اسمه
عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن قريش يوم فتح مكة. اسمين يفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة لشسن القوم ما أراكم فاعلكم به ناس باش يثنوا من غادخدم غزيول باش اسمنا أخ كريم وابن أخ كريم. فغنيش النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا أنتم فأنتم الطلقاء. يعفى اسم النبي الناس راح رسالة ربنا. غزوة أحد اسمي سرزاني النبي عليه الصلاة والسلام تغنو سينيس الجرحان صغري ناس تغنو سينيس الرباعية. ايش اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب الناس إلا وريد تعيب مذحب وريد تعاير مذحب صلى الله عليه وسلم. وإذا نسمي ديننا صلى الله عليه وسلم لا تعير أخاك بذنب لا تعير أخاك بذنب فمن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. نيك بالك تعير تيماك سر الذنب يخدميه نيك لو كان فيك تعير تاكل وتتصفر حاجه ما تخلطه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة لأخيك بذنب فعسى أن يرحمه الله ويبتليك. الشماتة غير مديريت أتفرحت فيماك فوشو أتفرح فيماك لأنه يغلط لأنه يخدم كذا وكذا أخي رحمه ربي وكيبتليش. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعير حق الطعام. المكلة هذه المكلة ما يثمى إلا نخلا نكرا ويثمى نغش كتينا خلا تستمثل نغش كتينا غد أكيد نرجع الصباح العشاء يتعيط في الليل. إيوا شو غادي تعيط في الناس؟ المكلة اللي ديريت المكلة اللي تملحها المكلة اللي تمسس من تعجب على المكلين. فكان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيتقضى عائشة رضي الله عنها أسماء السرس المكلة ما عيب طعاما قط إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه. ميلا يعجب سيتشف ميلا وسيعجب له أثيج. يتجت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعيب طعاما ولا صاحبه صلى الله عليه وسلم. وكان يعاشر أهله إلى يسمع عمل وحيد الدخلينس وحيد الأهلينس. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله إلا يخدم لا كرس واحد. عائشة رضي الله عنها سبحان الله قالت عائشة رضي الله عنها سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني. إنه يخدم أصلا كرس إنه يعدين يرفض عائشة رضي الله عنها وسفلوا عروريس يولي شراء الأحباش لعبنا كان يوث اللعبة تخدم كان يولي عائشة رضي الله عنها عقيقيس باش كتولي غتزر يعذر النبي عليه الصلاة والسلام يرفض يسفلوا عروريس باش كتزر. وكان يداعب أطفاله والحسن والحسين رضي الله عنه يونواسك شمد الحسن نغذ الحسين رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقوم هذه الزار يرفضيه يوبات نتاكن يتزلى مرة يروح هذا يركع أثي السرس مرة يلقى ركوع أثي يرفض مرة يروح هذا يسجد أثي السرس. بالفترة اللي شو يخدم الحسن رضي الله عنه اسمي ولا النبي عليه الصلاة والسلام يسجد يولي تشوف لا ياس يجعل في ذا مركوب يركب شوف لا ياس السجدة اللي غيثما يطول مليح النبي عليه الصلاة والسلام بالسجدة اللي شرع الصحابة ما يديكش مثل الشك وشو يدي ولا لا وديش وش يديس ولا لا قرويس اسمي ما يديس ولي النبي عليه الصلاة والسلام قرويس يسلم ناس يا رسول الله فطولت إيوا شو فطولت باش سنينا إنيس ركبني وركبني الحسن رضي الله عنه أو امتطني أو جعلني مركوب ناس وليد شوف لي أنا مركوب فكرهت أن أنزله ونيكو بغير ما تسطر حتى يقضي حاجته. يجي كميلان يلعب ميلان يوفك يوطرد باش كيسفري ذا قويس النبي صلى الله عليه وسلم. على كل نيثما يطول المقام والمقال في ذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد مثل يثما
قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه كل يوم زينو يسعى طوايع ديالو إلى قام يحسن الكمال لله. كل يوم زينو بالك يسعى يون الخلق إلى نديريه زيس إلى قفي قاعد يودا يثمن نقعد الأخلاق النار يودا نسقمت الأخلاق النار يودا نقعد طوايع النار. كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلنا رب العالمين زيس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهديها إلا أنت. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم استر عوراتنا اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. أكتفي بهذا القدر أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.